بكاء وانهيار سحر حوارات بعد لما عرفت محمود اتجوز عليها. هو الكلام ده بجد ولا ايه؟ لان يا جماعة الميديا واليوتيوب عامة بشكل خاص ملوش سيرة غير السيرة دي، ان محمود حوارات اتجوز على سحر. تعالوا بينا نعرف الحقيقة فين والكلام ده حصل بجد ولا لأ. ولكن قبل ما ندخل في أي تفاصيل، الله يفتح عليك، خد صواب عظيم، عطل لسانك الأول بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ونصلي على أفضل خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا. وربنا يا رب يوفق ويوحد الأمة العربية، اللهم آمين يا رب العالمين. والناس بتزعل، بتقول المقدمة. احنا لما بنبدأ المقدمة بذكر الله والصلاة على الحبيب مفيش أحسن من كده. كل اللي يمكن يتقال في أي فيديو عادي تسمعه، ولكن إن أنت تسمع ذكر ربنا والصلاة على خير خلق الله سيدنا محمد، ده في حد ذاته حاجة المفروض ان احنا نكتر بيها ونكترها في الايام اللي احنا فيها دي. فاللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. دلوقتي يا جماعة، محمود حوارات القصة بجد ولا تخاريف من عند الناس؟ بصوا يا جماعة، محمود بقاله شهر ما نزلش فيديوهات على قناته. ممكن بينزل على الانستجرام، ممكن بينزل حالات شورتس، كلام زي كده خاصة بالمحل اللي هو فتحه، محل طبعا الحلاقة. كل التفاصيل ديت انتوا بتشوفوها وبتسمعوها. ولكن الناس بقى ايه؟ ما هو لازم يكون في اي حوار. ايه هو الحوار؟ ان محمود اتجوز على صحة. طيب هل يعقل، هل من العقل ان ممكن محمود يعني بعد لما ربنا طبعا رضاهم بالاولاد وبكل حاجة وسحر بنت الناس الاصيلة اللي بمليون راجل، هل ممكن محمود يعمل الكلام ده؟ انا سايب لكم السؤال ده وانا بطرح لحضراتكم السؤال ده، يعني اسيبكم بقى مني او من اي قناه بتتكلم في الموضوع ده. انا يعني بقول لحضراتكم، هل من العقل ان نشوف محمود ممكن يعمل الكلام ده ومع سحر؟ يعني سحر الاصيله بنت الناس اللي الست اللي يعني بسم الله ما شاء الله، من اول يوم دخلت فيه عند العيله وهي ماشيه على نهج، وما بتنساش اصلها ولا اصولها، وما بتتلونش بالتفاصيل مهما الإغراءات المالية كانت معاهم. ولكن الأصل، اللي بيتعلم الأصل كويس عمره ما بيتغير مع الزمن، ولا الزمن بيغيره. فأنا بقول لحضراتكم الكلام ده عبث، ما تسمعوش الكلام ده. احنا ما شفناش حاجة على أرض الواقع. محمود بينزل حالات على في المحل بتاعه والدنيا ماشية تمام، ولكن الناس بقى ايه؟ عايزين يعكروا الصف بتاعهم. وندخل بقى في تفاصيل، ده محمود اتجوز، ده ما اعرفش مين عمل ايه، نهال مش عارف انكشف ايه. انا بعيد كل البعد في الفتره الاخيره عن الموضوع ده. طبعا يا جماعه، احنا قلنا القناه عندنا قناه ترند الكابيتانو اتوقف عليها الربح بسبب خطا تقني من اليوتيوب. مفكرين ان انا باخد احداث من حد او باخد، يعني كان في صوره انا مصورها كنت بتكلم فيها، يعني حاطط صوره وبتكلم بشكل صوت بصوتي، ولكن نزلت الصوره دي نزلت يعني على الشورتس. فكروا ان انا يعني ده محتوى مش محتواي طالما انا مش ظاهر كده في الشورتس، فاخدوا الكلام ده وقفوا الربح. وربنا يا رب يرجع الربح التاني من جديد، لان هو بيسند في حياتنا وبيحاول يزق معانا في ظل الظروف اللي احنا فيها. فيا رب يا رب عما قريب الدنيا تتحل، عشان بس اقول لك الناس بتفكر في ارباح وتفكر في قصة مش عارف ايه وحكاية ايه ورواية ايه. احنا ما بنفكرش في القصص دي تماما. احنا دايما بنقول يا الخير يا رب، ان شاء الله هو اللي جاي باذنك يا رب. فاحنا شغالين على قناتنا، قناة خفايا الكابيتانو، بنحاول نطور، بنحاول يعني الدنيا تتغير ان شاء الله من حالة الى حالة، مش ثابتين على حاجة واحدة بس، بنتكلم في كل الامور في كل التفاصيل. ان شاء الله القادم يكون احسن باذن الله. بحبكم في الله، بشكركم شكرا جزيلا على كلامكم المحترم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو اخر وطبعا في حالة تانية. وانا بقول يا جماعة ما تسمعوش، مفيش الكلام ده خالص خالص خالص. محمود حوارات
بيحب سحر وملتزم معاها في حياته، والدنيا بالنسبة لهم مفيش أي حاجة من الكلام اللي انتوا ممكن تسمعوه وبتسمعوه من خلال أي قنوات. يلا أشوفك مع الخير ومع ألف سلامة.